السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله جايالكم بفكرة جديدة، وهنعمل بريسلنت كده جميل وبسيط للأطفال من الرابر. الطريقة بتاعته سهلة. طبعا اللي لسه مش مشترك معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو علشان قناتنا تكبر بيكم. النهاردة بقى المفاجأة اللي في الفيديو ان احنا هنعمل حظاظات الاطفال بطريقة سهلة وبسيطة من الرابر، بس مش انا اللي هشتغلها معاكم، لولي هي اللي هتشتغلها معاكم بطريقة سهلة كده ولذيذة. هتستخدمي ايه معاكي النهاردة يا لولي؟ هستخدم الاستيك الازرق، تمام. وهستخدم الرابر الابيض، وهستخدم القلب الازرق. وهتستخدمي الرابر ايه تاني؟ وهستخدم الرابر الازرق ده. ما هتحطي معاه لعبة ايه؟ هحط معاه لعبة يونيكورن دي. اليونيكورن دي اللي انتوا شايفينها، بصوا لعبة جميلة جدا ولذيذة جدا وكل الأطفال بتحبها. طيب تمام. هنبتدي ان احنا نشتغل. يلا بقى نخش في الفيديو كده وتوريهم بتعملي ايه. تمسكي الاستك الأول بتعملي ايه؟ بمسكه في الأول وبشده عشان يبقى بيمط معايا كده. تمام. بتدي للاستك يا جماعه المدى بتاعه. ان احنا لما بنيجي نشتغل باستك، ودي حاجه انتوا تبقوا لازم كل يبقى يعرفها، ان احنا بمسك الاستك قبل ما بدخل فيه الرابر او ايا كان الحاجه اللي انا هدخلها في الاستك، بمسكه بمطه كده لاقصى مدى فيه علشان يريح معايا شويه وما يبقاش جامد قوي على الايد، ويعرف يروح ويجي معايا في اللبس وما يتقطعش بسهوله. تمام. يلا ابتدي اشتغلي. هي اهي بتبتدي بتشتغل، بتدخل الرابر. هي الرابر السادة هي حابة ان هي تفكه كده من الخيط وبتدخله جوه الاستك على طول. تمام. طبعا ممكن تدخل واحدة واحدة، ممكن تدخل كذا واحدة. هي طبعا عشان لسه صغيرة فبتدخل واحدة واحدة. تمام. هتدخلي حوالي كام سنتي يا لولي للأطفال؟ هدخل 14 سنتي. طبعا احنا نسينا نقول لكم ان احنا هنا بيبقى معانا المتر او المسطره براحتك. هي بتدخل بقى حبه كده رابر كتير في الاستك، وبنقعد كل شويه بنقيسهم لحد ما بيوصل من 14 ل 15 سنتي الاطفال. وبعد كده بنبتدي نقفل. يلا دخلي يا لولي. طبعا انا بقول لها دخلي من الرابر على طول. هي بتقولي لا، انا الاحسن لي الساده، ان انا بحب ادخله واحده واحده، بتحس ان هي بتبقى دقيقه اكتر يعني. تمام. طبعا حاجه حلوه جدا وجميله جدا ان انتوا تساعدوا ولادكم ان هم ينموا موهبه فيهم لو حابين ان هم يشتغلوها، ايا كان بقى، اذا كان رسم او ان هم يعملوا اكسسوار او ان هو يعملوا اي حاجه هم حابينها. طبعا بجانب الرياضه مهمة جدا جدا للسن الصغير دوت، ان احنا نشغل لهم وقتهم في حاجات مفيدة ويطلعوا طاقتهم في حاجة هم حابينها. طبعا انا برضو عايزة اتكلم في نقطة للاطفال دوت، ان هم اصلا ممكن تلاقيهم انا عايزه اشتغل اكسسوار، هي بتقلدني تقولي انا عايزه اشتغل زيك اكسسوار. اوقات تاني تقولي انا عايزه ارسم، انا عايزه العب اللعبه دي. هي اصلا بتتمرن سباحه. تمام. فهي بتبقى ليها كده ميول لحاجات كتير. الحقيقه انا بخليها تجرب الحاجه اللي هي عايزاها لحد بقى ما توصل لسن ان هي تبقى فعلا ايه الحاجه اللي هي عايزه تكمل فيها، بجانب طبعا دراستها، فتكمل براحتها جدا. فلازم ان احنا ندي الاتاحه لاولادنا ان هم يعملوا ويجربوا الحاجات اللي هم نفسهم فيهم، ونساعدهم على ده لحد ما يوصلوا ان هم عايزين يعملوا ايه، وايه الموهبه بتاعتهم بالظبط اللي تبقى موجوده معاهم. طيب احنا دلوقتي هي بتكمل الرابر. اما تكمل الرابر ل 14 سنتي هنرجع الفيديو تاني وهقول لكم هتقفلوا ازاي وهتعملوا ازاي. يا حبايبي لوسيندا هي لضمت كل الرابر. لضمتيه كده كام سنتي يا لولي؟
14 سنتي، أربع- 14 ونص. 14.5 سنتي. هو يا جماعة الحظاظات بتاعة الأطفال بتتراوح المقاس بتاعها من 14 ل 16 سنتي. وطبعا لو في ايد أكبر من كده، السن اللي هو الأكبر المحير بنعمله أكبر من كده. يعني احنا بنبتدي أصغر حظاظة خالص بنعملها 14 فيما فوق. تمام. طيب دلوقتي هتحطي ايه بقى تاني؟ هحط القلب الأزرق. القلب، اوريه لهم كده. القلب الازرق هنا كده قدام الكاميرا، افردي ايديكي اهو. بصوا القلب ده معمول من الاكليريك، وهو اصلا استنى اقفل لكم الفلاش عشان يبان اكتر اهو. هو كده هو معمول من الاكليريك، وجواه كده قلب صغنطط كده لونه لبني. هي حبت ان هي تحطه مع الرابر الابيض في النص. تمام. يلا هتحطيه، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنربطها. هي دخلته كده خلاص. تمام. بنبتدي بقى ان هي بتروح لحد طرف الخيط كده عشان ما نهدرش الخيط ده. تمام. وهنربطها، وهنوريكم لما هتتربط هتقفلها ازاي. دلوقتي هي اهي خلصتها. شايفين جمال البريسلنت عامله ازاي، التفاصيل بتاعتها وشكل القلب اهو. شايفين شيك قوي ورقيقه جدا وما فيهاش اي حاجه. بسيطة جدا معانا وشكلها حلو قوي وبسيطة للأطفال. تمام. هنعمل البريسلنت التانية. هتعمليها بإيه يا لولي؟ هعملها بالرابر ده الأزرق اللي هو اللي بيبقى فيه كولكشن ألوان كده، أزرق وبيبي بلو وأبيض، بيبقى داخله كده كام لون في بعض. تمام. وهتحطي ايه الدلاية اللي فيه؟ وهحط هي اليونيكورن. هتحط الدلاية اليونيكورن دي، هي اختارتها ان هي تحطها علشان فيها برضو الوان طيف، بس الغالب عليها اللبني والازرق هو اللي موجودين. هتبقى شيك جدا فيها. طبعا احنا عشان هنحط الدلاية دي بقى، القلب التاني اللي هي كانت عاملاه الاولاني اهو، ده هو اصلا بيبقى مفتوح من الجنبين. الدلاية دي هي مفتوحة من النص، فاحنا عملنا لها حطينا لها ايه؟ حطينا لها زرادية. حطينا لها زرادايه. هي بتقول زراديه. حطينا لها زرادايه كده صغيره مدوره علشان تدخل جوه الاستك. تمام. طبعا اي لعبه من دي بنحطها مادام هتتحط في النص بالظبط، يا اما بنبتدي بيها او بننتهي بيها، بنحطها في الاول او في الاخر علشان هنقفل مادام كله هو نفس الرابر ونفس الالوان. تمام. هنبتدي دلوقتي تدخل الخيط، وخلوكم معانا علشان تشوفوا اللي هتبقى البريسلنت شكلها عامل ازاي. دلوقتي بقى لوسيندا بتعمل البريسلنت التانية اللي هي الميكس الالوان بتاعت الازرق واللبني اهي. بصوا هنا بقى بتدخل الاستك مع الخيط نفسه اللي داخل منه اللي هو الرابر. تمام. علشان يبقى اسهل ليها وتاخد نفس ميكس الالوان. خلاص. هتعمل برضو 14 سنتي. بصوا هي بتعمل ازاي، بتمسك كده بتدخل الاستك جوه بالترتيب. تمام. وبتاخد حبة كده كويسين، حبة حبة مع بعض. بتلضم الخيطة اهي زي ما انتوا شايفين. بتدخل الاستك جوه الرابر وهو محطوط في الخيط بتاعه. تمام. وبتاخد حبة حبة لحد لما توصل لحد برضو 14 سنتي. يا ريت بقى تبقوا تقولوا لنا ايه رأيكم في فيديوهاتنا، ولو عندكم اي كومنت يا ريت تكتبوه تحت الفيديو علشان نعمل لكم افكار كتير وتشجعونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات اكتر من كده بكتير. ولو في افكار جديدة انتوا عايزينها نعملها لكم وننفذها لكم، قولوا لنا عليها واحنا هننفذها. هي كده عملت 14 سنتي من الرابر. تمام. دلوقتي بقى هتحطي ايه يا لولي؟ هحط الدلاية دي. هتحط الدلاية دي هتبقى في نص البريسلنت بالظبط. دخليها. احنا طبعا
زي ما احنا شايفين وقلنا قبل كده ان احنا عاملين الدلاية دي في زراداية كده صغيرة علشان تعرف تدخل كويس في البريسلنت بتاعتنا. هتدخلها عادي اهي تمام. بس كده خلاص هنقفل بقى، هنربط البريسلنت بتاعتنا. طبعا هي لوسيندا لسه مش بتعرف تربطها فانا اللي بربطها لها. هربط البريسلنت وهرجع لكم، وان شاء الله باذن الله هسيب لكم رابط الفيديو ان احنا ازاي بنقفل ربطات البريسلنت نفسها. خليكم معايا ما تروحوش في حته تانية. اهي دي كده البريسلنت بعد ما احنا قفلناها. بصوا تفاصيلها جميله ازاي ورقيقه ازاي. بصوا الاتنين مع بعض لما بيتلبسوا، استنوا انا هقفل لكم الفلاش عشان يبان لونهم اهو. بصوا الابيض مع اللبني مع الميكس بتاع اللبنيات تحفه مع اليونيكورن فظيعه. طبعا كل واحده ممكن تتلبس لوحدها وممكن يتلبسوا الاتنين مع بعض. اللي بيحب يلبس كذا حاجه في ايديه شيك جدا وبسيطه. واستنونا بقى فيديوهات تانية كتير وبأفكار تانية كتير. انا ولولي هنعمل لكم افكار كتيرة قوي، فيديوهات ليا وفيديوهات ليها، وازاي عشان تعرفوا تبدأوا المشروع بتاعكم. طبعا ما ننساش، دايما بقول لكم اللي مشترك في القناة ما ينساش يعمل لايك وشير للفيديو علشان القناة تكبر بيكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة تحت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد مننا والقناة بتاعتنا تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. باي باي.